دايما بنسمع عن جمال وسحر الصحراء، وأول حاجة بنتخيلها هي الرمال الصفراء أو البنية ومنظرها الخلاب والساحر. لكن تخيل معايا كده صحراء برمال بيضة. أيوة زي ما سمعتني، عجوبة من عجائب الصحاري، وكأنك مش بتتكلم عن صحراء بالمفهوم المتعارف عليه. الرحالة وصفوها بأنها شبيهة القطب الشمالي، وكأنها ألواح من التلوج مش الرمال، وده اللي خلاها أحد عجائب الدنيا. تعالوا مع بعض كده نعرف إيه هي الصحراء دي ومكانها فين. أنا محمد فرج، وأنتوا دلوقتي في حياة زمان. الصحراء البيضاء ظاهرة عجيبة بتقع في الواحات البحرية شمال واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في مصر، ومساحتها بتبلغ أكتر من 3000 كيلومتر مربع، واللي كشفت عن محمية طبيعية في سنة 2002 بتبعد عن القاهرة بحوالي 500 كيلومتر، وتعتبر من أعجب الصحاري في العالم. كمان بتعتبر أعجوبة، وده علشان من اللي فيها من ظواهر وتشكيلات فريدة من نوعها. ومن جمال المنظر انت ممكن تظن انك بتزور كوكب تاني خارج المجرة تماما. ليه اتسمت بالصحراء البيضاء؟ اتسمت بالصحراء البيضاء لأنها عكس كل الصحاري، وعشان جميع الصحاري بتكتسب اللون الأصفر والبني، وهي لوحدها بترتدي رداء أبيض ناصع واللي بيكون شامل جميع أرجائها تقريبا. الصحراء البيضاء مش عجيبة في لونها بس، ولكنها بتتميز بتشكيلات رملية رائعة، واللي زادت من جمالها اللي خلى شكل الصحراء البيضاء كده. التشكيلات دي ناتجة عن عاصفة رملية بالصحراء من عدة قرون حولت الرمال لأشبه ما يكون بالعجينة الطينية البيضاء، وصنعت تشكيلات رملية غريبة الشكل، وحولت الصحراء نتيجة لكده لما يعتبر متحف مفتوح لدراسة البيئة الصحراوية والجغرافية والحفريات والحياة البرية. وتكونت تكلسات الصحراء البيضاء من 80 مليون سنة، واللي بتعتبر من النوعيات الفريدة واتسمت بالكارست، ودي عبارة عن ظاهرة جيولوجية قديمة اتكونت بمرور الزمن عليها كهوف، وبعد كده تحولت الكهوف دي بفعل العوامل التعرية لبلورات مرتفعة من خام الكالسيت على أشكال مختلفة. هتلاقي إنهم على شكل نبات عش الغراب وأشكال تانية مختلفة، واللي بقت ليها منطقة خاصة واتسمت بمنطقة المشروم. وتعتبر المنطقة دي من أكتر المناطق الجاذبة للسياح، واللي فيها جبال طباشورية ضخمة على شكل عيش الغراب ورأس طائر وقبة مرتفعة. كمان اكتشفوا في المنطقة آثار قديمة وأدوات بترجع لعصر ما قبل التاريخ، بالإضافة للكهوف والنقوش القديمة والمقابر وبقايا بعض المومياوات، وبها حيوانات زي الغزلان وبعض الطيور. لكن الغريب في الموضوع إنها مش زي الصحاري التانية في موضوع الحيوانات ده بالتحديد. مفيش زواحف زي التعابين أو حيوانات مفترسة، وهو الأمر الغريب والفريد من نوعه. طب إيه حكاية جبل الكليستير اللي هناك؟ أقول لك يا سعادة البيه ويا ست هاد. في وسط الصخور واللي بتشبه تلوج القطب الجليدي المتجمد هتلاقي عندك جبل كريستال لامع، وده بقى بيعتبر أشهر الجبال في الصحراء الغربية، لأنه بيضم عشرات الأشكال والأنواع من الكريستال الخالص، وحواليه بتتناثر من آلاف القطع البرلورية والزجاجية بتتلألأ بألوان مبهرة فوق صفحة ناصعة البياض. وبيرجع بعض الجيولوجيين الظاهرة دي لاصطدام نيزك عظيم بالأرض نتج عن تولد حرارة مرتفعة جدا، وأدى لانصهار الصخور وتحولها لقطع من الكريستال الحر. كمان قال البعض الآخر من العلماء إن الصحراء البيضاء كانت في القديم بحر كبير، وده اللي بيفسر على اللي بتحتويه من قواقع وحفريات بحرية وشعاب مرجانية متحجرة وبقايا أسنان سمك قرش. كمان مش بس الصحراء البيضاء هي اللي بتحتوي على العجائب دي، كمان في بعض الواحات التانية زي واحة الفرافرة والواحات البحرية في الصحراء الغربية. وهنا بقى بنكشف الستار عن جنة الديناصورات أو حديقة الديناصورات. الواحات المصرية غنية بينابيع طبيعية ومياه جوفية وزراعات وسائر عناصر الخصوبة ومقومات الحياة منذ ملايين السنين ليومنا دلوقتي. كانت الديناصورات بتعيش حياتها الهانئة، وجرى العثور على الكثير من الأحافير، ومنها أضخم ديناصور مكتشف عالميا ارتفاعه يبلغ 30 متر في منطقة الواحات. ومن المعروف أن الديناصورات انقرضت مع نهاية العصر الطباشيري منذ 65 مليون سنة. لحد وقتنا ده لا تكاد تنتهي الاكتشافات الأثرية والتاريخية في الواحات البحرية، حيث كانت منطقة جاذبة للبشر عبر سائر العصور. ومن أبرز اللي جرى الكشف عنها وادي المومياوات الذهبية، واللي بيرجع للعصر الروماني، ومقبرة حاكم الواحات البحرية وعائلته، واللي بتعود لعصر الصاوي، عصر الأسرة ال26 الفرعونية.
ولا تزال الواحات المصرية العتيقة تحمل أسرار وكنوز وصفات عجيبة وفريدة لحد اللحظة دي، وبتشكل على وجه الخصوص مقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية. وده علشان اللي بتتضمنه من الينابيع والآبار والمياه الكبريتية المفيدة لمرضى الروماتيزم والأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض البدنية الأخرى. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الزمن الجميل. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. سلام عليكم ونشوفكم على خير.